تتضح أن الجزيرة المثالية ما هي إلا فخ قاتل، حيث يمكن لخطأ واحد أن يكلفك حياتك. ريتشارد شاب أمريكي يصل إلى بانكوك بحثا عن المغامرة. في البداية يبدو خجولا وغير واثق من نفسه، لكنه سرعان ما يبدأ في اتخاذ خطوات جريئة. أول ما يفعله هو تجربة دم الأفعى، وبعد ذلك بوقت قصير يجرب مواد غير قانونية. وخلال هذه الفترة يتعرف على فرانسواز، الفتاة الساحرة التي تسكن بجواره. يقع ريتشارد في حبها على الفور، لكن لخيبة أمله تبين أنها بالفعل مرتبطة بشاب يدعى إتيان. تلك الليلة لم يستطع ريتشارد النوم بسبب رجل مخمور يثير الفوضى في الممر. وفي نهاية المطاف يلتقي برجل غريب الأطوار يدعى دافي، يشاركه قصة عن جزيرة غير مأهولة لم يمسها أحد في مكان ما في البلاد، معروفة بشاطئها الخفي الجميل. يدعي دافي أن تلك الجزيرة هي الجنة على الأرض. يقول إنه عاش هناك لسنوات، لكنه اضطر للرحيل. يشك ريتشارد في القصة ويعتبرها هذيان رجل مخمور. في صباح اليوم التالي يجد ظرفا ملصقا على باب غرفته، بداخله خريطة تظهر موقع الجزيرة الغامضة. وعندما يسرع ريتشارد إلى غرفة دافي لمواجهته، يجد الجدران مغطاة بالدماء. لقد أنهى دافي حياته بنفسه. في وقت لاحق يتم استجواب ريتشارد وبقية نزلاء الفندق من قبل الشرطة، ويقدمون إفاداتهم حول ما حدث. وبعد فترة وجيزة يقترح ريتشارد متأثرا بقصة دافي على إتيان وفرانسواز أن يحاولوا العثور على الجزيرة. يوافق الزوجان الفرنسيان ويبدأ الثلاثة في التخطيط للرحلة. يشترون التذاكر ويرتبون مسارهم ويبدأون بتنفيذ الخطة. يرفض الصيادون أخذهم للجزيرة، لكنهم يوافقون على إنزالهم بجزيرة مجاورة صباح اليوم التالي. يشعر الثلاثي بأنهم أقرب لتحقيق حلمهم ويقضون ليلة ممتعة. يلتقي ريتشارد خلال هذا الوقت ببعض راكبي الأمواج الذين ذكروا أنهم حلموا بنفس الجزيرة. يظن ريتشارد أن ذلك جيد، فيعطيهم نسخة من الخريطة. في صباح اليوم التالي يبدأ ريتشارد وإتيان وفرانسواز رحلتهم ويصلون بسرعة إلى الجزيرة المجاورة. في تلك الليلة تلتقط فرانسواز صورا للسماء، ويقرر ريتشارد أن ينضم إليها في هذه الهواية. في اليوم التالي يلف الثلاثي أغراضهم بأكياس بلاستيكية ليبقوها جافة، استعدادا للسباحة نحو الجزيرة. يحاولون تقدير المسافة من الشاطئ، لكنهم في النهاية يتغلبون على مخاوفهم ويغطسون في الماء مصممين على تحقيق هدفهم. وفي منتصف السباحة يلمح إتيان زعنفة قرش في الماء. يبدأ الذعر في الانتشار. هم الآن في وسط المحيط ولا يوجد مكان للاختباء. يواصل ريتشارد السباحة رغم الخطر، لكن فجأة تختفي فرانسواز. شيء ما يسحبها تحت الماء ولا يطفو على السطح سوى حقيبتها. يبحث ريتشارد بعينيه في الماء يائسا من أن يراها وينقذها، لكنه لا يرى شيئا. وبينما يسيطر عليه الخوف يمسك به شيء من الخلف، لكن يتضح أنه ليس قرشا، إنها فرانسواز كانت تمزح مع الشابين. وبعد فترة من الزمن يصل الأصدقاء الثلاثة إلى الجزيرة الأسطورية. أثناء تقدمهم عبر الأدغال الكثيفة يصادفون حقلا ضخما من القنب، وللحظة يشعرون وكأنهم في الجنة. يغمرهم الفرح ويبدأون في تخيل الأيام الهادئة التي يمكن أن يقضوها في هذا الفردوس المخفي. فجأة يلمح ريتشارد قردا، وبدافع الفضول يقترب أكثر ويلاحظ أن القرد مربوط برجل محلي نائم. الرجل مسلح ويبدو عليه الخطر بوضوح. يدرك ريتشارد أن هذا ليس حقلا عاديا، بل جزءا من عملية غير قانونية يديرها مزارعون تايلانديون مسلحون. ويسرع لتحذير إتيان وفرانسواز، وفي اللحظة المناسبة يختبئون مع ظهور المزيد من الرجال المسلحين. يصرخ القرد فينبه الحراس الذين يبدأون بتمشيط المنطقة. وفي لحظة يقترب القرد بشكل خطير من مكان اختباء ريتشارد، ما يعرض المجموعة بأكملها للخطر. وبسرعة بديهة يرش ريتشارد الماء على الحيوان فيخيفه ويتيح للثلاثي الفرار دون أن يلاحظهم أحد. يواصلون السير عبر الغابة حتى يعثروا في النهاية على نهر. على أمل أن يقودهم إلى بر الأمان يقررون تتبعه حتى ينتهي فجأة عند شلال ضخم. وبينما لا يوجد طريق واضح للنزول ينشب جدال حاد بين ريتشارد وإتيان، لكن فرانسواز تنهي الجدال بحركة جريئة واحدة، تقفز. وبعد أن أدرك الشابان أن القفزة ممكنة يلحقان بها. يهبطون بسلام ويحتفلون بنجاتهم لخروجهم من المأزق. ولم يمض وقت حتى يعثر عليهم رجل يدعى كيدي، جزء من مجتمع سري يعيش خارج الشبكة على الجزيرة. يتعامل المجتمع بقسوة مع الغرباء ويقتادون القادمين الجدد إلى سال زعيمهم. خلال المحادثة المتوترة يكذب ريتشارد مدعيا أنه لم يشارك أو ينسخ الخريطة التي أعطاها دافي. يتضح أن دافي من مؤسسي المجتمع، لكنه فقد عقله وغادر الجزيرة. توافق سال على بقاء الثلاثي وتحرق الخريطة لضمان ألا يتمكن أحد من العثور عليهم. يعلم المزارعون التايلانديون بوجود المجتمع، لكنهم يسمحون لهم بالعيش بسلام طالما لا يظهر وافدون جدد. ورغم أن المجتمع ليس متحمسا لفكرة وجود غرباء، إلا أن سال تمنحهم فرصة للاندماج وإثبات أنفسهم. لاحقا يقود سكان الجزيرة الثلاثي إلى الشاطئ السري
ذكره دافي والمنظر يخطف الأنفاس، رمال بيضاء ومياه فيروزية ومنحدرات شاهقة تجعل من المستحيل تقريبا العثور عليه. يقضي أفراد المجتمع معظم أيامهم هنا بالصيد والطهي والاسترخاء في وئام وسلام. في المساء يجتمعون لممارسة التحدث التايلاندية. ريتشارد الذي يسمع اللغة لأول مرة يتعلمها بسرعة مدهشة، مما يثير إعجاب الجميع بسرعة تعلمه. مع مرور الوقت يبدأ ريتشارد وإتيان وفرانسواز في الشعور بأنهم وجدوا الجنة حقا. لا يوجد أي تسلسل هرمي، الجميع يساهم بطريقته الخاصة، بعضهم يصطاد السمك وبعضهم يطبخ بينما يكتفي الآخرون بالاستمتاع بالهدوء. لكن هناك شخص واحد يثير قلق ريتشارد، نجار هادئ وغامض يدعى باغز. بينما يحاول ريتشارد إيجاد مكانه في هذا المجتمع الجديد، يبدأ بالصيد ويظهر مهارة ملحوظة، موفرا للمعسكر إمدادا ثابتا من الطعام. تساعد مساهماته الثلاثية على التأقلم بسرعة أكبر مع بيئتهم الجديدة. وفي الوقت نفسه تستمر مشاعر ريتشارد تجاه فرانسواز في النمو، يعجب بها أكثر فأكثر، لكن الآخرين يلاحظون انجذابه المتزايد ويحذرونه من ضرورة الحذر. فرانسواز على علاقة بإتيان، وأي تدخل قد يؤدي إلى توتر غير مرغوب فيه. في تلك الليلة يخضع الثلاثي لمراسم قبول، حيث يتم وسمهم بوشوم، 3 علامات صغيرة تصنع بواسطة معدن مسخن. يتم إطلاق فوانيس صينية تحمل أسماءهم في السماء لترمز إلى قبولهم الرسمي في المجتمع. يواصل ريتشارد إعجابه بفرانسواز، لكنها تبدو وكأنها تتعمد الابتعاد عنه. تلاحظ كيدي انشغال ريتشارد بفرانسواز فتنصحه بأن ينسى الفتاة الفرنسية، لكن ريتشارد لا يستطيع إخراجها من عقله. وفي إحدى اللحظات تقاطع حديثهم رجل يتألم من وجع في أسنانه. يطلب الرجل طبيب أسنان، لكن سال تذكره بأنهم ممنوعون من إحضار أي شخص إلى الجزيرة، سواء أكانوا أصدقاء أو عائلة أو أطباء. وعندما يدرك أعضاء المجتمع أن صديقهم بحاجة ماسة للمساعدة، يصبحون عدوانيين، يمسكون به ويستخدمون كماشة لخلع سنه. يشاهد ريتشارد هذا المشهد بدهشة، ويدرك أن الحياة في هذا العالم المثالي المعزول تتطلب تضحيات، حتى وإن كان ذلك يعني التسبب في الألم والمعاناة. في تلك الليلة بينما يشرب الجميع ويستمتعون بوقتهم، تدعو فرانسواز ريتشارد إلى الشاطئ، وأثناء نزهتهما تعترف له بأنها وقعت في حبه، لكنها تخشى إخبار الآخرين. التوتر بينهما كان واضحا، ويقرران الذهاب للسباحة. يخوضان في المياه بين الكائنات البحرية المتوهجة، ويتبادلان قبلة عاطفية ليبدأ علاقتهما الرومانسية. قبل عودتهما إلى المخيم يتفقان على إبقاء الأمر سرا، مدركين العواقب إذا اكتشف أحدهم ذلك. رغم جهودهما لإخفاء حبهما، ينتشر الخبر بسرعة بين أفراد المجتمع. يستشيط إتيان غضبا من ريتشارد، لكنه يعد بعدم الوقوف في طريقهما إذا كانت فرانسواز أكثر سعادة معه. ومع مرور الوقت يبدأ موسم الأمطار في الجزيرة، ويصبح الصيادون غير قادرين على الصيد. تزداد أوضاع الجماعة سوءا مع تناقص إمداداتهم الغذائية ومحاصرتهم على الجزيرة بلا وسيلة للخروج. مع اقتراب المجتمع من حافة المجاعة، يقرر ريتشارد تحمل المسؤولية، مظهرا شجاعته واستعداده للتضحية بنفسه للمصلحة العامة. ينطلق إلى المحيط ليصطاد، وبينما يسبح بعيدا يلاحظ الآخرون سمكة قرش تدور خلفه. يعم الذعر بينما يكافح ريتشارد للعودة للشاطئ، لكنه كان بعيدا جدا والقرش يقترب أكثر. ومع اقتراب الموت يخرج ريتشارد سكينا، وفي معركة شرسة يقتل القرش، محدقا فيه بعزيمة وإصرار. في تلك الليلة يسرد ريتشارد على الجماعة قصص مواجهته البطولية، ويغمره المجتمع بالتصفيق والإعجاب. لم ينجو ريتشارد من معركته مع القرش فحسب، بل جره أيضا إلى الشاطئ، موفرا ما يكفي من الطعام للمجموعة لعدة أيام قادمة. ومع ذلك لم يدم ارتياحهم طويلا، فبعد بضعة أيام تعلن سال أن مخزونهم من الطعام قد نفد بسبب إهمال أحدهم لأكياس الأرز التي أصبحت متعفنة. تعلن أنها ستذهب إلى المدينة لإعادة التزود بالمؤن، لكنها بحاجة إلى مساعد. يبدي باغز رغبته في مرافقتها، لكن سال تختار ريتشارد. سرعان ما يقترب جميع أعضاء الجماعة من ريتشارد، ويسلمونه قائمة بالأشياء التي يحتاجونها. يكون باغز آخر من في الصف، وعندما يحين دوره يدعي أنه لا يحتاج إلى شيء. ومع ذلك يمسك ريتشارد بقوة بين ساقيه ويحذره من أن يكون حذرا مع سال، وينصحه ألا يغفل عنها وإلا سيقتله. في تلك الليلة يتجه ريتشارد وسال إلى المدينة، محاطين مرة أخرى بالناس. بينما يشقون طريقهم عبر الشوارع الفوضوية، يبدأ ريتشارد في رؤية العالم بمنظور جديد. يدرك أن البشر قادرون على تشويه وإفساد كل شيء من حولهم، ويصل إلى قناعة بأن كل شيء، المجتمع، المدينة، الناس أنفسهم، هو فوضى تامة. بالنسبة لريتشارد أصبح البشر الآن يبدون كأنهم طفيليات لا يضيفون أي قيمة. هذا الإدراك الصادم يساعده على فهم تردد سال في السماح لأي شخص آخر بمعرفة وجود الجزيرة. فالأمر ليس مجرد سر، بل هو ملاذ يمكن أن يدمره تدخل العالم الخارجي. بعد شراء المستلزمات الضرورية يتصل ريتشارد بوالديه ليخبرهم أنه سيبقى في تايلاند لبضعة أشهر أخرى أو حتى سنوات.
القرار نهائي ويبدأ حلم الهروب إلى الجنة في أن يصبح أكثر ديمومة. لاحقا يتوجه ريتشارد وسال إلى حانة محلية يلتقيان بشكل غير متوقع بمجموعة من راكبي الأمواج الأمريكيين. خلال حديثهم يذكرون خريطة ريتشارد ويكشفون عن نيتهم البحث عن الجزيرة. يثير هذا الكشف غضب سال، فتصبح منزعجة ومحبطة. هي لا تصدق ريتشارد حتى عندما يؤكد لها أنه لم يعد بحوزتهم الخريطة، وأن راكبي الأمواج لن يتمكنوا من العثور على الجزيرة. ولضمان صمت سال ينتهي الأمر بريتشارد بأن يمارس الجنس معها. يدرك أنه ليس خيارا شخصيا، بل هو أمر لا يملك سوى الامتثال له، على أمل ألا تكتشف فرانشواز الأمر أبدا. عند عودته إلى الجزيرة يوزع ريتشارد الإمدادات ويهدي فرانشواز كاميرا جديدة. لقد سمعت شائعات عن اهتمام سال بريتشارد، وتريد أن تعرف ما إذا كان قد حدث شيء بينهما. يكذب ريتشارد مدعيا أن علاقته بسال مهنية بحتة، كقائدة للمنظمة وعضوة في المجتمع. في صباح اليوم التالي تقرر فرانشواز تجربة الكاميرا وتلتقط صورة جماعية لجميع أعضاء المجتمع. يبدون سعداء وخاليين من الهموم، غارقين في الاعتقاد بأنهم وجدوا الجنة على الأرض. مثل كل الأشياء الجميلة الجنة زائلة. تتعكر الحياة المثالية على الجزيرة عندما يواجه 3 صيادين مشكلة. أثناء الصيد يتعرضون لهجوم من سمكة قرش، يقتل أحدهم ويصاب آخر بجروح خطيرة. يسحب الصياد الناجي الرجل الجريح إلى الشاطئ، لكن رغم جهودهم لا يستطيعون إنقاذ الصياد المصاب. وباتباع أثر الدماء يجد ريتشارد كريستو الذي يعاني من إصابة خطيرة في ساقه وينزف بشدة. يحتاج كريستو بشكل عاجل إلى رعاية طبية، لكن سال يصر على قواعد المجتمع: لا غرباء، لا أطباء، ولا علاج خارج الجزيرة. كريستو الذي يشعر برعب شديد من الماء يرفض مغادرة الجزيرة لتلقي العلاج، لكن سال يبقى غير متأثر ويصر على ضرورة الالتزام بالقواعد. هذا القرار يصدم إتيان الذي كان الوحيد الذي أظهر تعاطفا حقيقيا مع الرجل المصاب. يقرر إتيان أن يعتني بكريستو بنفسه، رافضا التخلي عن صديقه. سرعان ما يقوم سكان الجزيرة بدفن الصياد المتوفى، ويلقون تذكارات وأشياء ثمينة في قبره، أشياء يعتقدون أنها ذات قيمة. يمثل هذا الحدث نقطة تحول في نظرة الجماعة إلى حياتهم المثالية في الجنة. تبدأ التوترات في التصاعد مع بدء بعض الأعضاء في إلقاء اللوم على كريستو بسبب صرخاته المستمرة من الألم وتوسلاته اليائسة للمساعدة. تبدأ السعادة الجماعية في الجماعة بالتآكل تحت وطأة هذه المأساة، وسرعان ما يقرر الجميع أن الحل الأفضل هو أخذ كريستو إلى الغابة وتركه يموت هناك. إتيان مدركا قسوة هذا القرار يبقى مع صديقه المريض في الغابة، مظهرا ولاءه رغم الفساد المتزايد داخل الجماعة. أما الآخرون فيواصلون حياتهم المثالية وكأن شيئا لم يحدث، لكن الجنة التي عملوا جاهدين لبنائها تبدأ في الانهيار. وفي نهاية المطاف تعود الحياة في الجزيرة إلى طبيعتها، بينما ينسى الجميع ضحايا عالمهم المثالي ويعودون إلى وجودهم المريح الخالي من الهموم. في تلك الليلة يعذب ريتشارد كابوس. في الحلم يدخل ريتشارد غرفة دافي ويكتشف بدهشة أن الرجل لم يمت، بل على العكس يهاجمه دافي هامسا أن هذه الأرض العجيبة المزعومة تتطلب تضحيات. يستيقظ ريتشارد وهو يتصبب عرقا وقلبه ينبض بسرعة، غير قادر على التخلص من الصور المزعجة. في صباح اليوم التالي تقترب منه سال ولديها أمر جاد تريد مناقشته. تقوده إلى داخل الغابة، ومع شروق الشمس يجدان نفسيهما عند حافة الجزيرة. تشير سال إلى جزيرة بعيدة حيث ظهر راكبو الأمواج. يشعر ريتشارد بثقل شديد في صدره. تحت الضغط يعترف بأنه رسم الخريطة لهم، لكنه يندم بشدة. تبدو خيبة الأمل على سال بسبب كذبه. يشتد صوتها وتأمره بمراقبة السياح ومنع وصول أي خبر عن الجزيرة للمزارعين التايلانديين. توكل إليه مهمة انتظار راكبي الأمواج واستعادة الخريطة والتأكد من ألا يكتشف أحد جنتهم. إذا فشل ستكون العواقب وخيمة. في وقت لاحق من ذلك المساء تواجه فرانسواز ريتشارد. كان وجهها مشوها بالغضب عندما صفعته على وجهه، كاشفة أن سال أخبرتها عن علاقتهما الجنسية في البر الرئيسي. وبينما تشعر بالخيانة تقرر فرانسواز أن تترك ريتشارد وتعود إلى إتيان الذي كان يعتني بكريستو في الغابة. مكسور القلب ومليء بالخزي يعزل ريتشارد نفسه عن المجتمع. ينتقل إلى حافة الجزيرة حيث يقضي أيامه وهو يراقب بقلق الجزيرة المجاورة، آملا أن يرى راكبي الأمواج. في البداية كان عبء مهمته يثقل كاهله بشدة، لكن سرعان ما بدأ ريتشارد يفقد الاتصال بالواقع. العزلة والضغط النفسي أثرا سلبا على عقله. وفي حالته الذهنية المتكسرة يتخيل ريتشارد نفسه داخل لعبة فيديو حيث يكسب نقاطا مع كل تصرف يقوم به. يركض حول الجزيرة، يقاتل وحوشا خيالية مستخدما عصا كأنها بندقية. وعندما يلاحظ وجود مزارعين مسلحين بالقرب منه لا يشعر بالخوف، بل يبدأ في استفزازهم، فيختبئ بين الأشجار ويرشقهم بالحجارة. يبحث في الجزيرة عن الطعام ويأكل أي شيء يجده. وبينما ينفصل تماما عن واقعه العقلي يبدأ ريتشارد في رؤية هلوسات حية، وغالبا ما يرى دافي الرجل المتوفى الذي يتحدث إليه بانتظام.
في إحدى الرؤى يخبر دافي ريتشارد أنه لإكمال مهمته عليه إطلاق النار على راكبي الأمواج وأصدقائهم. ريتشارد الغارق في جنونه يبدأ الاستعداد لما يظنه حربا. ينصب الفخاخ في الغابة ويتسلل إلى معسكر المزارعين ليسرق بندقية. رغم أن الفرصة سنحت له ليطلق النار على بعضهم، يمتنع ريتشارد عن ذلك، وبدلا من ذلك يأخذ عصابة رأس، كأن ذلك سيمنح مهمته شرعية. صباح اليوم التالي يلاحظ ريتشارد أن راكبي الأمواج وأصدقائهم عبروا الحاجز المائي على طوف صغير. يراقبهم وهم يصلون الشاطئ ويجدون حقلا دون أن يدركوا وجود المزارعين المسلحين قربهم. وبينما يحتفل السياح يواجههم المزارعون ويطالبونهم بالمال. وتتفاقم الأمور عندما يطلق أحد المزارعين، وقد أفزعه تحرك مفاجئ، النار على أحد السياح. وبعد أن يدرك المزارعون أنهم لا يستطيعون ترك أي شهود، يقومون بإعدام بقية المجموعة. تحاول الفتاة الناجية الهرب، لكن ريتشارد وقد فقد صوابه يخيفها، مما يدفع المزارعين لإطلاق النار عليها من الخلف. وهو مغطى بدماء الضحية البريئة، يقف ريتشارد مذهولا في صمت، مدركا الرعب الحقيقي للموقف. وفي تلك اللحظة يفهم مدى انحراف وخطورة الجزيرة. تتصاعد حدة التوتر عندما يلاحظ أحد المزارعين وجود ريتشارد ويبدأ بملاحقته. وفي محاولته المحمومة لتفادي القبض عليه، يصبح ذهن ريتشارد مشوشا ويتعثر في أحد الفخاخ التي نصبها سابقا. يسقط المزارع ويصاب في ساقه، ويستغل ريتشارد هذه الفرصة للهرب. ينسحب إلى الكوميون وهو يشعر بمزيج من الأدرينالين والرعب، لكن ثقل أفعاله يثقل كاهله. في تلك الليلة تنظم سال احتفالا بمناسبة الذكرى الخامسة لوجودهم على الجزيرة. الأجواء احتفالية، لكن بالنسبة لريتشارد تبدو فارغة بلا معنى. وعندما يلتقي بفرانسواز تغمره المشاعر، وفي لحظة غضب يهاجمها، لكنه سرعان ما يستعيد وعيه. يتوقف موضحا أن عقله قد عاد إليه وأنهم لم يعودوا في أمان على الجزيرة. يحث فرانسواز على الرحيل معه والعودة إلى الوطن على أمل الهروب من الفظائع التي شهدوها. ومع ذلك يرفض إتيان الذي لا يزال وفيا للمجتمع ومبادئه الرحيل، مشيرا إلى تدهور حالة كريستو، وإدراكا منه أنه لا أمل في شفاء الرجل المصاب. يطلب ريتشارد أن يترك وحده مع كريستو، حيث ينهي معاناته في عمل رحمة بمكان فقد كل مظاهر الرحمة. محاولات ريتشارد للهروب مع فرانسواز وإتيان تبوء في النهاية بالفشل. وأثناء محاولتهم المغادرة يصل المزارعون إلى المستعمرة، وقائدهم يحمل الخريطة التي كانت بحوزة السياح الذين تم إعدامهم. لقد تحطم الاتفاق الضمني على إبقاء الجزيرة سرية. الآن يجبر المجتمع بأكمله على اتخاذ قرار: الرحيل أو مواجهة عواقب وخيمة. تغضب سال وتصبح يائسة للحفاظ على سيطرتها، وتلقي باللوم على ريتشارد في كل شيء، متهمة إياه برسم الخريطة وكشف موقع الجزيرة. وفي محاولة لحل الموقف يقترح زعيم المزارعين صفقة قاتمة. يعطى سال مسدسا بداخله رصاصة واحدة، ويجب عليها أن تقرر ما إذا كانت ستعدم ريتشارد. إذا فعلت ذلك سيسمح المزارعون للمستعمرة بالبقاء، وإن لم تفعل سيضطر الجميع إلى المغادرة فورا. يشاهد المجتمع المنقسم والمخيب للآمال الآن في صمت. التوتر لا يحتمل بينما تأخذ سال المسدس ببرود وعزم وتضغط على الزناد. ولدهشة الجميع كان المسدس فارغا. الجمهور المصدوم من استعداد سال لارتكاب جريمة القتل يبدأ في التشكيك في زعيمهم. وقد خاب أمل المجتمع وشعر بالخيانة، فقرروا مغادرة الجزيرة. تركوا وراءهم الجنة التي تحولت إلى كابوس، وعادوا إلى العالم الذي كانوا يسعون يوما للهروب منه. وعندما عاد ريتشارد إلى الولايات المتحدة وهو الآن تائه ومنفصل عن كل شيء، زار مقهى إنترنت. أثناء تفقده بريده الإلكتروني تظهر رسالة من فرانسواز، يفتحها ليجد صورة جماعية التقطت على الشاطئ، نفس الصورة التي التقطت لحظات السعادة التي عاشوها معا على الجزيرة. ما الذي يجعل الإنسان تهديدا لليوتوبيا؟ هل هو معرفته، تساؤلاته، أم مجرد وجوده؟ عندما يبدأ البطل في التفكير بشكل مختلف غالبا ما ينظر إليه كخطر. لماذا يرفض المجتمع غالبا المعارضة حتى عندما تنطق بالحقيقة؟ شاركنا أفكارك في التعليقات بالأسفل، واضغط إعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة. أراكم في الفيديو القادم.